مساء الخير وكل سنة وكل أمهات المسلمين بخير. النهاردة حكايتنا لفئة محددة من الأمهات، بنقدم ليهم كل الدعم وبنقول ليهم ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. وبالمناسبة الحكاية دي حقيقية حصلت وعايزين نحكيها ونقول لكل الناس إن بعد الصبر جبر بإذن الله. لبست الإسدال وبدأت أصلي، والأول مرة هأطول قوي في السجود والدموع ملت عينيا. بعد ما خلصت رفعت إيدي للسما وقلت: يا رب، أنا عارفة إن كل حاجة منك ليها حكمة، لكن أنا تعبت ومش قادرة على كل الحمل ده لوحدي. أنا نفسي تاخدني عندك علشان أرتاح، أو تريحه هو يا رب، ريحه من العذاب. أنا عارفة إن حياته كلها هتبقى عذاب في عذاب. أنا تعبت ومليش ذنب في كل ده. ليه أنا يا رب اللي تبتليني بالابتلاء ده؟ أنت عارف إني مش قده. عملت إيه غلط في حياتي علشان تعاقبني بابني؟ يا رب، يا رب، يا رب ريحني بقى، ريحني علشان تعبت. وساعتها من الواضح إن صوتي كان عالي قوي. دخلت عليا أمي وقفت قدامي، وبعد ما هديت من العياط نزلت على الأرض قدامي وقالت: سهر، انت اتجننتي؟ بتدعي على ابنك بالموت وبتدعي على نفسك كمان؟ ولا تكونيش بتعاقبي ربنا انه ابتلاك الابتلاء ده؟ لعلمك بقى ربنا مش بيدي الابتلاء غير للإنسان اللي بحبه وعارف انه هيقدر عليه، وكل ده علشان يرفع قدره يوم القيامة. يا بنتي، يا بنتي، الابتلاء ده من صفات الأنبياء والصديقين. قومي شوفي ابنك وخديه في حضنك. تعبت يا ماما، تعبت ومش قادرة. أبوه سابني وهرب، ساب الحمل كله عليا. أنا بقيت حاسة إن من يوم ما خلفته وهو ضيع مستقبلي وشغلي ومستقبل أخوه التاني. أنا ما بقيتش عارفة لا أذاكر ولا أهتم بابني، ولا عارفة كمان أهتم بنفسي ولا بيكي يا أمي. انتي كمان كبرتي ومحتاجة اللي يهتم بيكي. مش معقول بعد العمر ده كله تشيلي همي وهم عيالي كمان. لا يا حبيبتي، ربنا حساباته غير كده خالص. ده ربنا بعته ليكي لأنه عارف إن فيه خير، ولازم عشان تعرفي الخير ده وتدوقي طعمه لازم تصبري يا حبيبتي، لأن الخير والشر في علم ربنا. سمع كلامي يا سهر؟ استغفري ربنا وقومي خدي ابنك في حضنك واقري عليه شوية قرآن. خرجت أمي وسابتني لوحدي. قمت أبص في المراية على وشي التعبان وجسمي الهزيل اللي ما كانش كده خالص من حوالي 5 سنين، ورجعت بالذاكرة لورا شوية. أنا سهر، عندي 35 سنة، خريجة كلية الألسن، وبشتغل مترجمة في شركة كبيرة قوي. من 10 سنين اتعرفت على أحمد زميلي في الكلية، حبينا بعض قوي وقررنا إننا نتخطب. أحمد كان وحيد أمه وأبوه، وأنا كمان وحيدة أمي وأبويا. علشان كده إحنا الاتنين كنا معتمدين على أهالينا اعتماد تام، ولازم أي طلب نطلبه يتنفذ، وأحسن ما كنا بنحلم كمان. تمت الخطوبة على أعلى مستوى، والكل بيتوقع علينا حياة سعيدة. جهزنا شقة كان والد أحمد اشتراها لي، وماما جابت كل أنواع الجهاز اللي ممكن العرايس تجيبها أو حتى تحلم بيها، لدرجة في يوم: ماما، يا ماما، حبيبة قلبي، عاملة ايه يا جميل؟ أهلا يا سهر، ايه يا حبيبتي، عملتي ايه في الشغل النهاردة؟ لا يا ست الكل، شغل ايه؟ انا جايه بدري النهارده علشان عارفه ان حضرتك تعبانه طول اليوم في تنظيف البيت والمطبخ، علشان كده اخدت نص اليوم اجازه عشان اروق البيت كده واريحك النهارده. اخدتي نص اليوم اجازه؟ طب قولي بسرعه بقى ومن غير لف ودوران، عايزه ايه؟ عاوزه فلوس طبعا، تلاقي مرتبك خلص على الحاجات الهايفه. لا خالص يا ست الحبايب، انا مش عايزه فلوس خالص. انت عارفه ان انا بنت شاطره وبعرف احوش كويس قوي. انا عاوزه حاجه تانية خالص. ايوه كده، ادخلي في الموضوع على طول، وبلاش بقى حوار اروق البيت وانضف المطبخ. الدخله دي انا عارفاها كويس. اتكلمي بسرعه، عايزه ايه يا شقيه؟
بصراحة يا ماما أنا شفت شاشة في الكافيه اللي جنبنا، هتجنن وأجيب زيها. هي حوالي كده 70 80 90 بوصة. شاشة ايه تاني يا سهر؟ احنا جبنا شاشة 50 بوصة للصالة، وشاشة 40 بوصة لأوضة النوم. عايزة شاشة تالتة ليه يا حبيبتي؟ هو في حد أصلا لسه بيتفرج على التلفزيون؟ الناس كلها بقت ماشية ماسكة الموبايل ليل نهار. لا يا ماما، كل البنات بقت بتجيب كده واكتر كمان. ارجوك يا ماما بلاش تزعليني بقى. لو سمحت انا خلاص كلمت احمد وعرفته وهو مبسوط. يرضيكي اطلع عيلة في نظر احمد؟ يرضيكي يا مامتي؟ يا لهوي يا نه، من دي جوازة؟ انتي واحمد حاطين ايديكم في المية الباردة وانا اللي بدفع. عموما حاضر يا سهر، واعملي حسابك من هنا ليوم الفرح مش عايزة اسمع اي طلبات تاني. انتي فاهمة ولا لا؟ شكرا يا ماما يا حبيبة قلبي، واوعدك اني افكر في الموضوع، لاني بصراحة مش ضامنة نفسي. ممكن اشوف حاجة تعجبني كده ولا كده، يبقى لازم نجيبها. يلا باي. باي. استني يا بت، طب مش هتغسلي المواعين وتروقي الشقة ولا ايه؟ قلبك ابيض يا ام سهر، انا نازله اقابل احمد، عايزين نشتري شويه انتيكات للشقه. باي. ربنا يسعدك يا بنتي، وربنا يتمم فرحتك على خير يا رب. ونزلت مع احمد، اشترينا حاجات كتير قوي. ما كانتش الفلوس مهمه بالنسبه لينا، انا معايا فلوس وهو كمان، ولو مش معانا بنطلب من اهلنا ومحدش بيرفض لينا طلب. احمد كان رومانسي قوي وحنون وبحبني جدا، وانا كمان حبيته قوي. كنت مستنية اليوم اللي هنتجوز فيه على احر من الجمر. ومرت الايام وتم الجواز. اليوم الفرح كان كأنه حفل اسطوري، كنت طالعة زي القمر، لدرجة ان صاحبتي قالت: سهر، ألف مبروك على الجوازة الحلوة دي. ولو إني مش عارفة هأبارك على العريس اللي دايب فيكي، ولا على أهله اللي مش بيرفضوا ليه طلب، ولا بارك على أمك اللي عمالة توزع هدايا على الناس بمناسبة فرحك. أنا شايفة بصراحة إنك أخدتي من الدنيا كل حاجة. عموما مبروك، وربنا يدينا زيك. يا ساتر يا رب، مالك يا وفاء؟ انت بتقر عليا ولا ايه؟ انا الحمد لله راضية بالقليل، علشان كده ربنا اداني الكتير. انت مش واخدة بالك ان بابايا مش موجود معانا؟ علشان بابا اتوفى وانا عندي 5 سنين. كنت اتمنى زي اي بنت في اليوم ده والدها يكون معاها. اما امي بقى اللي انت مستكتراها عليا دي وعمالة بتوزع هدايا، هي اللي ربتني ورفضت الجواز بعد ما بابا توفى علشان تتفرغ ليا. شايفة بقى؟ شايفة النقص اللي في حياتي يا وفاء؟ ليه انتي بقى شايفة الحاجة الكويسة وبس ومش شايفة بقية الصورة؟ ما تخافيش يا عروسة، انا مش بحسد، انا بقول ربنا يدينا. وعموما انا ماشية يا سهر، احسن يا اختي تحصل لك حاجة وتقولي وفاء هي السبب. ومشيت وفاء وسابتني بعد ما حرقت دمي بكلامها اللي كله غل وحقد وحسد. ونزلت القاعة بالأبيض. كانت ليلة من 1000 ليلة وليلة، وبجد كنت خايفة على نفسي وخايفة على أحمد من الحسد، خايفة الناس تخطف فرحتنا. وطول الفرح بدعي ربنا يتمه على خير. وخلصت الليلة على خير، ورحنا شقتنا اللي كانت أشبه بالقصور الملكية من كتر الفرش الغالي الراقي اللي أنا وأحمد اخترناه بنفسنا. وعشنا أيام جميلة جدا. وبعد شهر العسل ما خلص نزلنا الشغل تاني. وأول ما دخلت الشغل: صباح الخير يا بنات، أنا جيت. أهلا أهلا بالعروسة. إيه يا بنت يا سهر القمر ده، حلونا قوي. احكي لنا بقى شهر العسل قضيتيه فين؟ احنا كل يوم نتصل بيكي وتليفونك مغلق. احكي كل حاجة وبالتفصيل، اعترفي، الإنكار مش هيفيدك. حاضر حاضر هحكي لكم واعترف بكل حاجة، بس بالراحة عليا. استنوا الأول، أحمد جايب لكم فطار وحاجة ساقعة للشركة كلها بمناسبة الجواز. بقول لكم إيه، فين البت وفاء؟ مش شايفاها يعني القرارة دي؟
مم. وفاء يا ستي عرفت انك جاية، اخدت اليوم كله اجازة ومشيت. سيبك منها، غيرانة وشايلة طاجن ستها. سيبك منها، المهم بقى اقعدي كده وركزي واحكي. هحكي ايه ولا ايه يا بنات؟ بجد بقى احمد ده عوض ربنا ليا، وحبيبي حنين قوي وكريم وذوق وجنتل وكل حاجة حلوة. عقبالكوا يا بنات تتجوزوا كده زي احمد. يلا بقى نفطر ونكمل بعدين رغي. ايه ده؟ استنوا، ده صوت احمد بينادي عليا. سهر، سهر يا حبيبتي، انا خارج مأمورية تبع الشركة، خدي تاكسي وروحي على طول، وبلاش تتعبي نفسك في تجهيز الغدا، انا عازمك النهاردة. تمام يا روحي، ترجع بالسلامة. بص يا بت، شفت الدلع؟ هي دي الجوازات ولا بلاش؟ احمد ذوق وحنين ووحيد ابوه وامه وكل حاجة تحت امره. لا لا، مش غني قوي للدرجة دي، هو بس كريم وجنتل حبتين. انا عارفة اهله، انا عارفة اهله ناس عادية جدا، ما عندهمش غيره، هما بس اللي مدينه الدلع كله. ايوه يا بت، والبت سهر كمان وحيدة ومتدلعة قوي، ده كفاية الحنية. ايه بنت القردة، عرفت تنقي وتختار العريس الصح. عقبالنا يا اختي، عقبالنا. ومرت الأيام والكل بيحكي بقصة حبنا أنا وأحمد، واللي زاد من الحسد والأرض إن حملت وكنت بروح الشغل تعبانة، وأحمد يعمل شغلي ويساعدني. ومرت الأيام مع الحمل الصعب، والحمد لله ولدت. لكن اليوم ده زاد فيه الحسد أكتر وأكتر. كنت في الشغل زي كل يوم، وفجأة حسيت بمغص جامد قوي. اه يا بنات هيلحقوني، انا شكلي بولد. تولدي ايه يا سهر؟ حد بيولد في الشغل؟ امسكي نفسك لحد ما تروحي، وحياة ابوكي يا سهر بلاش بهدله في المكتب. اسكتي يا بنت يا هبله، هو بايدي؟ الحقوني، نادوا احمد انا بموت. يا بنات حد ينادي احمد جوزها، يا بنات لو سمحتوا سهر بتولد. وبعد شويه احمد جه يجري وشالني ونزل يجري بيا على العربيه. وقبل ما نوصل المستشفى كنت ولدت. أما البنات في الشركة كانوا بيتكلموا عني وبيقولوا: بقول لكم ايه يا بنات، في حد اطمن على سهر؟ يا ترى عملت ايه؟ ولدت ولا لسه؟ بنت يا وفاء، مش تتصلي يا بنت على سهر تطمني عليها؟ دي زعلانة منك من يوم الفرح. هتعمل ايه يعني؟ زمانها ولدت يا اختي، وكانت بتقول انها هتجيب ولد. يلا خلي العز يكمل. كل البنات بتتجوز وتفضل تلف على الدكاترة سنين وسنين لحد ما تحمل، والست سهر خدت كل حاجة حلوة في الدنيا، وكمان حملت من أول شهر. أعوذ بالله، بنت يا وفاء خف شوية حرام عليكي. سهر طيبة قوي وجوزها محترم وربك كريم وبيدي كل واحد على قد نيته، وانت يا روحي عايزاكي تصفي النية شوية. قصدك ايه يا هبة؟ قصدك يعني اني بحسدها؟ لا طبعا، هي اللي مش بتحمد ربنا، عايزة تبقى احسن واحدة في الدنيا، وده لا يمكن. وعلى رأيك ربنا يدي كل واحد على قد نيته. ومرت الأيام وكبر ابني، بقى عنده سنتين، ووقتها حصل حمل تاني، وكان لازم أقعد من الشغل علشان أراعي نفسي وابني. وماما عمرها ما سابتني أبدا. أهل أحمد كمان كانوا فرحانين قوي بابني ومستنيين البيبي اللي جاي. لكن الأيام الحلوة مش بتستمر كتير، وفي يوم كنت تعبانة قوي، أحمد أخدني ورحنا للدكتور نطمن على البيبي. لكن الدكتور صدمنا صدمة عمرنا وقال: أنا بصراحة شايف إن البيبي ده كان المفروض ينزل من زمان. البيبي عنده تشوه، ومن الأكيد إنه مش هيكون طبيعي. معقول يا دكتور؟ مع إننا كنا متابعين مع دكتور تاني وقال إن الوضع طبيعي خالص، ودي أول مرة سهر تتعب بالشكل ده. للأسف يا أحمد بيه، الدكتور ممكن يكون ما أخدش باله من التشوه ده، أو ممكن يكون التشوه اتكون آخر شهر. لكن اللي أقدر أقوله هو الحقيقة إن الولد ده مش هيكون طبيعي،
وانتوا ليكوا حرية الرأي، إما إنه ينزل وإما إن الحمل يستمر وربنا يقدركوا عليه. لا مستحيل انزله، ايه يا دكتور؟ مستحيل طبعا، مستحيل اموت ابني بايدي. مش يمكن، ربنا كبير، وانت اللي الكشف بتاعك يطلع غلط او او تكون حاجه بسيطه وتتحل بعمليه. احمد اتكلم وقول له اننا مستحيل ننزل الجنين. اهدي يا سهر، انا كمان رايي من راي الدكتور، ما ينفعش نجيب للدنيا طفل مشوه او مريض صعب علاجه. احنا كده بنعذبه معانا وبنعذب نفسنا بيه. لازم ينزل يا سهر. لا يا احمد، لا مش هينزل، حتى لو اضطريت اني اهرب بيه منك ومن الدنيا كلها. ورجعت بيتي وكلمت ماما وحكيت ليها اللي حصل، وقررنا اننا نصلي صلاة استخارة ونشوف ربنا هيعمل لنا ايه. صدمتنا انا واحمد وامي واهل احمد كانت كبيرة قوي، خوفنا من المستقبل اكبر واكبر، لكن مفيش في ايدينا حاجة ممكن نعملها غير اننا ندعي ربنا وبس. ومر كام يوم وانا ساكتة خالص ومش عايزة اتكلم في الموضوع ولا افتحه تاني. سهر، انا عايزة اتكلم معاكي شوية. انا بصراحة الوضع كده ما ينفعش معايا. انتي ساكتة وناسية موضوع البيبي المشوه خالص، والايام بتمر بينا، والدكتور قال اننا لو قررنا يعني انه ينزل يبقى لازم ينزل اليومين دول. لا يا احمد مش هينزل، ده ابني ومستحيل اضيعه بايدي. الدكتور ما عندوش قلب الام ولا حاسس باللي انا حاسه بيه، وبعدين انا حامل في الشهر الخامس، يعني ابني بدأ يتحرك في بطني، ازاي عاوزنا انزله؟ انا صليت استخاره ورضيت بحكم ربنا، وباذن الله ابني هيبقى كويس وهتكون مشكله بسيطه ونقدر نعالجها باذن الله. لا يا سهر، انت غلط، انت كده بتتحدي العلم والتقدم اللي اكتشفوا ان ابنك عنده مشكلة، وانت برضو مصرة انك تجيبي للدنيا طفل معاق. ما تتكلمش كده ارجوك، مستحيل انزل ابني، ولا عايز تعمله اعمله يا احمد. انا مش موافق يا سهر على رأيك، ولو هتفضلي مصرة عليه انا هكون زعلان منك. انت مش مهم يا احمد، المهم اني ما اعملش حاجة تغضب ربنا، ولو عايز اني امشي واسيب البيت ما عنديش مانع. لا يا سهر، خليكي، ده بيتك، بس انا اللي همشي واسيب البيت واسيب البلد كلها. احمد مشي وساب البيت، وكان قاصد بكده اني ارجع في رايي وانزل البيبي، لكني اصريت على موقفي. ومرت الايام واحمد حتى ما بيتكلمش معايا ولا بيطمن على ابنه ولا عليا. كل اللي بيحصل ان حماتي وحمايا بيكلموني يقنعوني اني لازم انزل البيبي، وبيدوني مصاريف كتير قوي، وانا مش عايزه اسمع من حد كلام ولا عتاب. علشان كده بطلت ارد على تليفوناتهم وسبت الشقه ورحت عشت مع امي تاني. ومرت الشهور وجه يوم الولاده، واللي كنت خايفه منه حصل للاسف. يا حاجه، البيبي ناقص وتعبان جدا ولازم يدخل حضانه بسرعه، والام كمان تعبانه قوي. يا ريت تخلي بالك منها وتتغذى كويس، والطفل ربنا يتولاه. اعمل اللي ربنا يقدرك عليه يا دكتور، وربنا كبير وقادر على كل شيء. حاضر يا حاجة، بس انتوا عارفين من الأول إن الطفل تعبان ومحتاج رعاية خاصة، ومدام الأم رضيت بحكم ربنا يبقى بإذن الله ربنا هيعينها ويقدرها عليه. اعملي حسابك إن الطفل هيدخل عمليات بعد أسبوع من دلوقتي، لأن العمود الفقري هو كمان طلع فيه مشكلة ولازم تتصلح النهاردة قبل بكرة. ربنا معانا يا ابني، احنا رضينا بقضاء الله وقدره، وبإذن الله ربنا مش هيضيعنا. ورجعت البيت ولسه خالد ابني في الحضانة، والدكاترة بتستعد انه يدخل عمليات، وبعد اسبوع دخل العملية وعمل اصلاح في العمود الفقري. مرت ايام مش كتير كنت بتعامل معاه بكل حرص، تقريبا نسيت اخوه الكبير ونسيت نفسي. واحمد للأسف سافر، او بمعنى اصح هرب من المسؤولية، اعتبر ان قراري كان غلط ولازم اتحاسب عليه. وكل شهر والتاني نكتشف مشكلة جديدة عند خالد،
مرة الكلى ومرة الكبد ومرة تأخر عقلي. فضلنا في الدوامة دي لأكتر من سنة. واللي زود المشكلة إن خالد نموه مش طبيعي، يعني وصل سنة وأكتر ولسه مش بيقعد ولا بيعرف يسند نفسه بسبب مشاكل كتير وعمليات أكتر وأكتر. سهر يا حبيبتي، ايه رأيك نخرج النهاردة نتغدى برا، أنا وإنتي والولاد؟ أنا شايفة إنك طول اليوم يا حابسة نفسك في الأوضة. هعمل ايه بس يا ماما؟ لازم اكون مع خالد طول الوقت. والله يا ماما ما عارفة، لولا انك معايا كنت هعمل ايه. انا تقريبا مش فاكرة اخوه الكبير ولا فاكرة نفسي. الله يسامحه احمد، سابني وهرب وسابني في المصيبة دي لوحدي. سهر يا بنتي، مش وقت عتاب خالص. فانتي قوية ورضيتي بحكم ربنا، وبإذن الله ربنا هيعوضك خير. يلا بقى قومي البسي وانا هشيل خالد ونخرج نتغدى برا. وعلى فكرة حماتك اتصلت بتقول عايزة تطمن عليكوا، وانتي عاملة ليهم بلوك. ايوه يا ماما عملت لهم بلوك كلهم. اظن يعني من حقي لما هم مش قادرين على احمد ولا قادرين يقولوا له انزل شوف عيالك وقف جنب مراتك، مبسوطين انه سافر وعايش حياته بره زي ما يحب، يبقى انا لازم اعمل لهم بلوك من حياتي كلها. معلش يا بنتي، حماتك ملهاش ذنب في حاجة. أحمد هو اللي غلطان، وطول عمره بياخد كل حاجة بالسهل وأبوه مدلعه، ودي غلطة هو بس اللي يتحاسب عليها. لكن انتي لازم تبقي قوية وتعرفي كويس قوي انك دلوقتي الراجل والست لأولادك. وخرجنا سوا وقضينا اليوم برا، لكن خالد طول الوقت بعيط، لا بيرضع ولا بينام. كل الناس بدأت تسأل في المطعم هو الولد ده تعبان. نظرات الشفقة حواليا في كل مكان. علشان كده قررت اني ماليش خروج من البيت تاني، وكفاية عليا قوي اني عايشة مع ابني. ماما كانت شايلة عني كتير قوي، ده كفاية انها واخدة بالها من ابني الكبير والاكل والشرب وعلاج خالد ومصاريف ياما. فعلا ربنا يديمها في حياتي نعمة، وتمر الليالي الصعبة اللي كلها سهر وتعب وصداع من عياط طول الليل، لحد ما خلاص عينيا بقت شبه المدمنين، بشرتي صفرة وصحتي راحت من السهر والتعب، ومفيش حد حاسس بيا. كل اللي يعرف ظروفي أصعب عليه يقول ربنا يعينك. وفي يوم عيد الأم كنت حرفيا بموت من التعب، جه ابني الكبير يفرحني وجايب ليا هدية وقال ماما كل سنة وحضرتك طيبة، أنا جبت الهدية دي ليكي بمناسبة عيد الأم. هو بصراحة ومن غير كذب مش أنا اللي جايبها، دي تيتا جابتها وقالت ليا النهاردة عيد الأم والمفروض تدي ماما هدية. حبيبي تسلم ايدك انت وتيتا، شكرا ليك، انت بقى احلى هدية من ربنا. وان جيت للحق المفروض انا كمان كنت اجيب هدية لتيتا، بس نعمل ايه، والله يا ابني ناسية خالص موضوع عيد الام ده. ولا يهمك يا ماما، المهم انك تفرحي شوية بقى بدل جو الزعل والنكد اللي حضرتك فيه طول اليوم ده. بصراحة يا ماما انا بقيت اخاف من حضرتك واخاف اطلب منك لعبة او خروجة احسن تتعصبي عليا. تيتا قالت ليا ان ماما متعصبة شوية عشان خالد تعبان، وانا بصلي وادعي ربنا انه يشفي خالد والسنة الجاية يجيب لك معايا هدية عيد الام. بصيت لابني وقلت بيني وبين نفسي امتى بقى خالد يكبر، امتى يجيب لي هدية عيد الأم، وهل فعلا ممكن في يوم يقف على رجليه بدل العذاب وحرقة الدم اللي أنا فيها دي. دخلت الأوضة وهو بعيط زي كل يوم وزي كل ليلة. مسكته وقعدت أكلم فيه. خالد أنا اخترتك ورفضت أنزلك، خسرت حياتي وشغلي وخسرت أبوك علشانك، لكن انت بقيت كل همي وكل تعبي، بقيت السبب في تعبي. انت عقاب ربنا ليا يا خالد ولا ايه بالظبط؟ رد عليا، رد عليا يا خالد. فضلت اهز فيه لحد ما نام زي الملايكة، مش فاهم حاجة ولا حاسس بحاجة. اتوضيت وصليت ودعيت على نفسي اموت ارتاح من التعب اللي انا فيه. دعيت ان ربنا يريحه لو كان مش كاتب له الشفاء. لكن بعد كده وبعد كلام امي ليا حسيت بالندم، حسيت اني بعترض على قضاء الله وقدره. ولقيت ماما بتقولي سهر
يلا لو سمحتي البسي وتعالي معايا مشوار مهم قوي. الست عواطف جارتنا هتقعد مع الولاد كلها ساعة ونرجع. خير يا ماما، هنروح فين دلوقتي؟ مشوار مهم قوي يا حبيبتي ولازم نروحه. يلا لو سمحتي البسي وجهزي نفسك. لبست ونزلت مع أمي، لقيتها قالت للتاكسي مستشفى أورام الأطفال. وبعد شوية وصلنا ودخلنا المستشفى. كانت ماما بتتبرع كل شهر ليهم وأنا معرفش حاجة. لقيت الأطفال كلهم بيجروا عليها ويسلموا عليها، وبدأت تعرفني عليهم. سهر يا بنتي، دول بقى الأبطال اللي اتولدوا كويسين قوي. أمهاتهم فرحوا بيهم ورسموا ليهم المستقبل. اللي كان نفسه يطلع طيار، واللي عايز يطلع دكتور، واللي عايز يطلع ضابط، وأحلام كتير قوي اترسمت. ولكن للأسف بعد كام سنة بس اكتشفوا إن الأحلام دي مجرد أوهام، والأطفال دول عندهم أورام خبيثة. وبدأت رحلة العلاج والكيماوي، والشعر الجميل وقع. والأكتر من كده رحلة الأمهات اللي صابرين ومتحملين وعارفين إن ده اختبار من ربنا ولازم ينجحوا فيه. تعالي شوفي الأطفال اللي نايمة مستنية دورها، واللي مش معاه فلوس وقاعد مستني دوره في مستشفى حكومي وبيتقطع من الوجع. ومش هو وبس، أمه كمان بتتقطع من قلة الحيلة جنبه. نحمد ربنا يا بنتي إنك معاكي تمن علاج ابنك. احمدي ربنا إنك معاكي أمك واقفة جنبك. احمدي ربنا إن حماكي وحماتك بحاولوا مع ابنهم وشايفين إنك ست ب100 راجل. اوعي تدعي على نفسك تاني ولا تدعي على ابنك. خديه في حضنك واعرفي إنه باب من أبواب الجنة واتفتح ليكي. يا ماما، عندك حق، الحمد لله، فعلا ربنا ليه حكمة ولازم نصبر. يلا بسرعة يا ماما، لازم ارجع لخالد، وحشني قوي. والمفاجأة ان واحنا طالعين على السلم لقينا احمد واقف على الباب مستني حد يفتح له. احمد، حمد لله على السلامة يا ابني، الغيبة الطويلة دي. ازيك يا طنط؟ ازيك يا سهر؟ انا عرفت غلطتي وجاي اعوض مراتي عن كل اللي شافته. يا ريت تسامحيني يا سهر. والله اسامحك ليه؟ انا بقيت ست وراجل، مش محتاجه لك في حياتي. ارجع مكان ما جيت يا احمد، انا مش عايزاك تاني في حياتي. استني يا سهر، عيب تكلمي جوزك بالطريقه دي. اتفضل يا احمد، اتفاهم مع مراتك جوه، واعرف ان مراتك عمرها ما تستغنى عنك، والمسامح كريم يا ابني. وبعد حوار طويل قوي واعتذار من أحمد سامحته. وفعلا كنت محتاجة حد يقف معايا. فضلنا عايشين مع ماما علشان تاخد بالها معايا من خالد. وبحمد ربنا على كل حاجة، سواء كويسة أو مش كويسة في نظرنا إحنا، لأن كل حاجة بتحصل للإنسان نصيبه وليها حاجة. الخلاصة من قصتنا يا سادة، ربنا قسم الأرزاق بالعدل، كل واحد واخد 10 من 10، ولكن ال10 بتاعتك ممكن تكون 8 في المال و2 في الصحة، أو العكس. وال10 بتاعت غيرك ممكن تكون 7 في زوج حنين وكريم و3 في البنين. يعني محدش مرتاح، لأننا باصين للنقص اللي عندنا ومش واخدين بالنا من نص الكوباية المليان. لازم نعرف إنها متقسمة بالعدل، لأنه اسمه العدل. الحمد لله، وكل سنة وكل الأمهات بخير.